السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. كما شفتوا واحد الكاطو على شكل كيك بدون سكر ولا دقيق، كتجي رائعة. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. خديت هنايا قشور برتقالة، نحاول ناخذ القشور باش نرسم هذا الكاطو هذا بطريقة سهلة. المكون الثاني هي جزرة، حبة ديال الخيزو، كيجي رائع في هذا الكاطو هذه، كيجي مواسي مع داك القشور ديال البرتقال. كما كتشوفوا طريقة سهلة ما كتاخدش منا هاد الوصفات شي وقت. من غير كنوجدوا المكونات: جوج كيسان ديال الشوفان كتشوفوا، سبعة الحبات ديال التمر، جوج بيضات، حبة من الجزر، وقشور برتقالة. نتوما كتشوفوا دابا حكيت انا هاد الحكاكه الرقيقه، شو كنحصل على واحد الكميه ديال هاد الجزر كتكون رقيقه، ماشي ما بغيتش انا نحصل على خصو ما يبانش ليا في الكيك. كما شفتوا في الصوره في الاول وفي الفيديو في الاول ما بانش نهائيا بان حنا دايرين الجزر فيه. غناخذ جوج حبات ديال البيض، كنحتاجو كذلك زيت نباتيه، جوج ملاعق ديال الياغورت طبيعي بدون سكر، قبيصه الملحه. المقادير كلها سهله كما قلت لكم. غادي نضيف هنايا دابا واحد نصف كاس ديال الزيت النباتيه، كما كتشوفوا. نفرغوا حتى كندير المكونات عاد نخلطها، عاد نحاول نخلطها بالضرب اليدوي. هنا قبيصه د الملحه، وغادي نضيف كذلك هنايا جوج ملاعق ديال الياغورت الطبيعي. الا ما كانش الياغورت يمكن لكم ديروا واحد ربع كاس ديال الحليب. وكنخلط هاد المكونات مزيان. شفتوا كل ما الخزون درتوه في الحكاكه رقيقه، كل ما كنلقاوش مشكل يكون يعني غليظ، خصو يكون بحال هكا على حسب بحال الخويطات. هنايا غادي ناخذ ديك 7 تمرات وغنقطعها على هذا الشكل، نحيد ليها العظم. هانتوما تشوفوا غنقطعها بشكل طولي باش نحصل على مربعات رقاقين وصغار. غادي نديرو على شكل مربعات صغيورين، كيعطي واحد المذاق كذلك حتى هو، وواحد الحلاوه لهذا الكاطو. كما قلت لكم كاطو صحي. ملي كنديرو على شكل شرائط كنقطعو على شكل طولي، كنجمعهم وكنقطعهم على شكل مربعات كما كتشوفوا. دابا غادي نشد داك الشوفان ونطحنو. جوج كيسان، الكاس اللي عبرت به الزيت هو اللي غنعبر به الشوفان باش يجي نحصلوا على قوام واحد. فرغت نصف الكميه وغادي نكمل نخلط ونكمل باقي المكونات. هنا غادي ندير غير واحد راس ملعقه صغيره ديال البيكربونات الصوديوم، وغادي نخليها تتفاعل مع واحد الملعقه صغيره ديال الخل، ونضيف باقي دقيق ديال الشوفان كما كتشوفوا. غادي نحاول نخلطها بسباتولا على هذا الشكل هذا من الفوق للتحت هكا. كتحتاج منه، وهذا هو القوام ديالها.
هنايا للتزيين خديت واحد الحبات ديال الكركاع او الجوز، حيت ليهم ديك اللي كيكون في الوسط، وغادي نهرمشهم واحد شويه وغادي نكمل. غادي نوجد اللاطه اللي غادي نوضع فيها هاد الكيكه، اللي هو هاد الكاطو اللي درتو على شكل كيكه كما كتشوفوا. بحال هكا كنسرحو بالسباتولا، نقادو مزيان. كنحاول نقادها بالسباتولا بحال هكا على هاد الشكل، حتى نحصل على واحد الوجه املس. ومن بعد غادي نزينو وندخلو للفران اللي موجده مسخنه على درجه الحراره 180. هنايا غادي ندير الزين بالبذور ديال القرعه، وكذلك بداك الجوز اللي هرمشناه. اختياري، يمكن لكم ديروا هادشي، يمكن لكم ديروا غير الزنجلان، يمكن لكم ديروا زرعه الكتان اللي متوفر. بعد ما طابت من التحت، شعلت عليها الفوق، خدات ليا 35 دقيقه. هانتوما كتشوفوا كيفاش جات رائعه. كنحاول نقطعها بطريفات، يمكن لكم تخلوها هكا، يمكن لكم تقطعوا على شكل مثلثات كما بغيتوا. المهم النتيجه انكم حصلتوا على واحد الكاطو اللي هو صحي، يمكن نفطروا به الفطور او الكوتي. كنتمنى يعجبكم الفيديو. هانتوما كتشوفوا كتجي روعه وهشيشه. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.